My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. السلام عليكم. حلقة النهاردة هتكون خاصة عن شخصية فلاش، ده لأننا هنتكلم فيها عن الموسم الأخير من المسلسل اللي كلنا بنحبه، والفيلم اللي أخيرا هينزل السنة دي، وشوية تفاصيل عن الأمل الأخير لتكملة عالم السنايدر فيرس من خلال نتفليكس. فخلينا نشوف مع بعض ده معناه ايه. بس قبل ما نبدأ اتأكد ان انت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا ما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض فلاش في 2023. طيب خلينا نبدأ بالموسم التاسع والأخير من مسلسل فلاش، واللي متوقع إن هيكون نهاية ملحمية لتاني أطول مسلسل في تاريخ دي سي من بعد سموفيل، واللي هنشوف فيه عودة أكتر من شخصية مهمة من الأروفيرس زي ويست ألان وجون ديجل، واللي أهم من كل ده هو عودة أوليفر كوين عم الأروفيرس بنفسه راجع مرة تانية، واللي أعلن عن عودته في الفيديو ده. Oh, hey there. Yeah. I'm coming back for the 9th and final season. طبعا الكل متحمس، ولكن في ناس بتسأل نفسها هو ازاي أوليفر كوين هيرجع؟ يعني انتوا فاهمين طبعا انا بتكلم عن ايه. بص، انا في الحقيقة ما سألتش نفسي السؤال ده. المهم ان ارو رجع من تاني، واصلا كل شخصيات عالم الاروفيرس ماتت ورجعت مرة تانية، يعني ده يعتبر جزء من تطور الشخصيات في العالم ده. يعني عامة اكيد هكون مبسوط ومتحمس للموسم التاسع من مسلسل فلاش، واللي متوقع إنها هتكون نهاية قوية ومؤثرة جدا لواحد من أفضل المسلسلات في تاريخ دي سي، وأفضل ممثل أدى دور شخصية فلاش. Run, Barry, run! طبعا يعني لازم ندي عالم الأروفيرس حقه يا جماعة. العالم ده كنا كلنا بنلجأ له لما العالم السينمائي بيفشل أو يحصل فيه مشاكل، نفس اللي حصل في 2017 مع جوس ويدن، هو نفس اللي بيحصل دلوقتي مع جيمس جان. وفي الحالتين بتلجأ لعالم الأروفيرس وبتروح عشان تتفرج على أوليفر كوين وفلاش. فيعني مهما كانت المشاكل والمواسم السيئة اللي شفتها من العالم ده بترجع له مرة تانية، وأنا واحد مبسوط إني كملت مسلسل فلاش للآخر عشان أتفرج على الموسم التاسع اللي متوقع منه كتير. فيعني أيا كانت النهاية أكيد هكون مبسوط إن المسلسل فلاش بياخد فرصة عشان ينتهي بشكل كويس، على عكس مسلسلات تانية زي Legends of Tomorrow أو بات وومن اللي اتلغوا وكانوا بيمهدوا لمواسم تانية. هنا الوضع مختلف، أتمنى المسلسل ده سي دبليو تستغل الفرصة دي بشكل Wear a كويس. mask. Cool. وبالنسبة لفيلم فلاش، نزلت الفترة اللي فاتت صور وأخبار وتسريبات كتيرة للفيلم، زي مثلا الجزء اللي اتسرب من حدث الدي سي فاندوم، واللي مش هعرف طبعا أنزله هنا عشان الكوبي رايت. بس ظهرت تفاصيل كتير عن الفيلم، زي مشهد ظهور سوبر جيرل لأول مرة، ومشهد جديد لباتمان بين أفليك وباتمان مايكل كيتن في البات موبيل مع نسختين من فلاش، وطبعا مشهد الأكوان المتعددة اللي ظهرت فيه كل شخصيات دي سي تقريبا، حتى كريستيان بيل ظهر بشكل خفيف. وفي نسخة لسوبرمان أنا مش عارف بصراحة هتظهر ازاي، بس في احتمال إن هما يستخدموا تقنية السي جي اي ونشوف واحد من أفضل سوبرمان اللي حصلوا في التاريخ. فيعني مش عارف، الفيلم مليان تفاصيل مجنونة، وزي ما احنا شايفين في نفس المشهد ده في 3 نسخ لفلاش بيجروا في الخط الزمني وبيغيروا في التايم لاين. فأنا متحمس جدا للي بيحصل في الفيلم، وأكيد أكتر حاجة محمساني للفيلم ده هو إن هشوف باتمان بين أفليك ولو لآخر مرة. الناس اللي هنا في القناة عارفين إن بين أفليك يعتبر باتمان المفضل بالنسبة لي، فأكيد هبقى مبسوط إن أنا هشوفه جوه الفيلم ده، خصوصا إن الراجل طلع وقال إن أفضل لحظاته كباتمان كانت موجودة في فيلم فلاش. فيعني متوقع إن احنا نشوف عظمة في الفيلم ده. انت هنا عندك 2 باتمان، وعندك الجنرال زود، سوبر جيرل، وندر وومن برضه هتظهر، وفي نسخة جديدة تماما من الجاستس ليج
هنشوفها في التايم لاين بتاع باتمان مايكل كيتن. فيعني زي ما قلت في تفاصيل كتيرة حلوة أوي هتظهر في الفيلم ده. ولكن في خبر ظهر الفترة اللي فاتت بس مش عارف أصدقه، وهو إن إزرا ميلر احتمال يكمل في دور فلاش. يعني أظن واضح جدا إن هما من بعد أخبار الريكاست مبقاش في حماس للأفلام اللي هتنزل السنة دي. فالأخبار اللي زي دي موجودة عشان الناس تروح تتفرج على الأفلام دي مش أكتر. فيعني إزرا ميلر مش مكمل ولا حاجة، هو أصلا كان هيمشي من قبل الريكاست بسبب المشاكل الكبيرة اللي حصلت له الفترة اللي فاتت. فيعني مش شايف إن في أي سبب على إبقائه. وإن كان لو بصيت للخبر ده من زاوية تانية ففي احتمال ولو قليل إن إزرا ميلر يكمل ده، لأن زي ما شفنا كل نسخ فلاش كانت نفس الشكل، نفس كده الموضوع اللي حصل مع دكتور سترينج السنة اللي فاتت. فممكن إزرا ميلر يكمل ولو بنسخة مختلفة غير اللي موجودة في عالم دي سي السينمائي. وممكن ده يكون تعاطفا من جيمس جان مع إزرا ميلر، لأن احنا عارفين إن جيمس جان واجه تقريبا نفس الظروف دي واتشال من مارفل بسبب سمعته السيئة، والراجل رجع مرة تانية. فممكن يعني يدي نفس الفرصة التانية دي لإزرا ميلر، ولكن ساعتها الناس طبعا هتطلع وتسأل وتهاجم انت ليه مشيت هنري كيفيل طالما الريكاست بتاعك مش كامل، وليه سايب إزرا ميلر وفي نفس الوقت انت سايب برضو وندر وومن مع ان مفيش افلام ليها هتنزل. فيعني ممكن تمشيها في اي وقت، فهيحصل غضب كبير اكتر من اللي موجود دلوقتي على جيمس جان والخطة بتاعته. فأنا شايف إن الأسهل إن هو يمشي كل الكاست القديم عشان ما يحصلوش مشاكل. ولكن لحد دلوقتي محدش عارف جيمس جان بيفكر في إيه. وبالنسبة لإزرا ميلر زي ما قلت بنسبة كبيرة هو ماشي، حتى لو فيلم فلاش جاب إيرادات كويسة فالراجل موقفه واضح جدا. يعني ممكن نسمع إن هو مش مكمل في الدور من بعد نزول الفيلم ب3 أو 4 شهور كده لحد ما يجمعوا إيرادات كويسة، وبعد كده إزرا ميلر هيحصل هنري كيفيل. طبعا يعني الموضوع حزين جدا إن واحد من أكتر الأفلام اللي كنا مستنيينها من 2018 يوم ما ينزل يبقى مجرد فيلم ملوش لازمة، حتى لو حصلت فيه أحداث مهمة فهي مش بتمهد لحاجة. يعني الموضوع فعلا يزعل، ولكن مين عارف ممكن الظروف تختلف من وقت للتاني. احنا عارفين ان دي سي كل فترة بتطلع بأخبار مجنونة، ويعني الأخبار بتتغير كل شوية. فخلينا نستنى، وطبعا خلينا نستنى لحد ما نشوف الإعلان الجديد للفيلم واللي هينزل في يوم 12/2. فخليك جاهز وخلينا نستنى، ممكن نشوف تفاصيل أكتر. وبالنسبة لعالم السنايدر فيرس لسه في جمهور كبير قوي متمسك بتكملة الخطة بتاعة زاك سنايدر للآخر. ولكن ده هيحصل ازاي بعد الأخبار الأخيرة اللي بتنفي كل حاجة لها علاقة بالعالم ده؟ بص الموضوع غريب بس حاول تكمل معاه للآخر. طلعت حملة كبيرة غرضها إن نتفليكس تشتري حقوق أعمال زي فيلم باتمان بين أفليك وجاستس ليج 2 و 3 وتبدأ بإنتاج الأعمال دي عندها، بما إن ورنر براذر ديسكفري ما عندهاش ميزانية كفاية، وأغلب أعمال الخطة الجديدة هتكون لشخصيات جانبية مع أماندا ويلر وسوبرمان النسخة الجديدة. ده لحد دلوقتي اللي واضح. فيعني ليه لأ وزاك سنايدر شغال مع نتفليكس يكمل الخطة بتاعته هناك. بص يعني أنا مش عايز أقفلك بس الموضوع ده مستحيل. انت بتتكلم ان ورنر براذر ديسكفري هتسيب حقوق أهم شخصيات عندها لمنصة زي نتفليكس عشان هي اللي تنتج للأعمال دي وتكسب من وراها. فانت هنا بتتكلم عن إفلاس ورنر براذر ديسكفري لو حاجة زي دي حصلت. يعني انت عارف الأسهل إنهم يمشوا جيمس جان ويرجعوا زاك سنايدر تاني، ده هيكون أسهل ليهم من إنهم يستغنوا عن حقوق أعمال ضخمة زي دي لإنتاج نتفليكس. ده هيكون فشل كبير بالنسبة لهم. فيعني أنا عارف إن في ناس كتيرة نفسها تشوف الجاستس ليج دول مرة تانية وأنا واحد منهم. أنا أكتر واحد ممكن نفسي أشوف زاك سنايدر بيكمل الخطة بتاعته وأشوف فيلم باتمان بين أفليك وأشوف هنري كيفيل مرة تانية، ولكن بالمنطق والأخبار اللي طلعت الفترة اللي فاتت اللي بتقول إن جيمس جان هيفضل مكمل مع دي سي لفترة كبيرة.
ومش هيمشي إلا لو حصلت كارثة زي اللي حصلت قبل كده في 2017 مع جوس ويدن، وده بصراحة اللي أنا بتمناه. ولكن خلينا نستنى لحد ما نسمع أخبار رسمية أو حتى نشوف الخطة الجديدة بتاعة جيمس جان، ونبقى ساعتها نحكم عليه. أما بالنسبة للي بيحصل دلوقتي والمنشورات اللي بتقول إن نتفليكس هتشتري حقوق الجاستس ليج 2 و 3، ده مجرد وهم بصراحة. يعني أنا زعلان إن بقول حاجة زي دي يعني، بس أنا أتمنى إن الحملات اللي موجودة دلوقتي تنجح زي ما حصل قبل كده وشوفنا السنايدر كات. فليه لأ؟ يعني خلي عندك أمل. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة. طبعا أحب إن أنا أسيبكم مع سؤال في نهاية الحلقة: شايف إن في أمل إن زاك سنايدر يرجع مرة تانية ويكمل الخطة بتاعته للآخر، ولا مستقبل دي سي هيفضل متعلق بجيمس جان؟ يهمني اسمع رأيكم في الكومنت. وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات اكتر، ياريت تنزل تشوفنا تحت وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا ما تنساش اللايك الجميل لو الفيديو عجبك. كالعادة كان معكم محمد وليد، اشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام.